تعزينا الخالصة للشعب الجزائري في وفاة عدد كبير من ضحايا حادث المرور الذي وقع نهار اليوم أو صباح اليوم فجر اليوم، والذي استدعى إعلان حالة الحداد عبر التراب الوطني وتنكيس العلم الجزائري لمدة 3 أيام. رحم الله موتانا برحمته الواسعة، والشفاء العاجل للعدد الكبير والكبير جدا من الجرحى والمصابين. كذلك أعزي الشعب المغربي الشقيق، نعم الشعب المغربي الشقيق، أعزيه في المصاب الجلل الذي مس عائلات فقيرة محرومة ولا أجد العبارات لمواساة هذه العائلات التي فقدت أبنائها وبناتها نتيجة غرقهم في البحر بعد محاولات الهروب إلى الضفة الأخرى أو إلى الأراضي المغربية المحتلة. نعم المغربية المحتلة أقول، مدينة أو محافظة سبتة الإسبانية. إذن المصاب الجلل للأسف الشديد في البلدين، طبعا دون الحديث على المآسي اللي في كثير من الدول الصديقة والشقيقة، خاصة الدول الإسلامية. بخصوص الحادث الأليم اللي صار في تراب ولاية بومرداس، وحسب بيان الحماية المدنية مثل ما هو أمامنا، حصيلة الحادث المرور المأساوي المتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية سطيف بولاية بومرداس. يعني الحادث صار بولاية بومرداس، أدى إلى وفاة 25 يعني قتيل رحمهم الله، وارتفع العدد ليصبح 27 حسب آخر الإحصائيات، لأنه هذا البيان كان الصباح، والجرحى 44، لكن الحصيلة فيما بعد ارتفعت إلى عدد أكبر. طبعا وقبل ما نتكلم على هذا الحادث اللي موش الأول وموش الأخير، ممكن هو الأكثر أضرار بشرية، ضحايا في هذه الفترة القصيرة، يعني في هذه الفترة فترة الأشهر القليلة، لكن لا ننسى أنه صارت حوادث كثيرة وكثيرة جدا، سواء هذه السنة 2026 أو السنة اللي قبلها أو السنة اللي قبلها. يعني السنوات الأخيرة صارت حوادث أليمة، صارت حتى في أقصى الصحراء، شفنا حافلات حوادث مرور صارت في أقصى الصحراء، بالإضافة إلى حوادث ممكن بسيطة تؤدي إلى يعني فقدان ضحية أو 2 اللي تمر عليها وسائل الإعلام مرور الكرام، لأنها تعتبر حوادث بسيطة وحوادث يومية. لكن الحوادث بهذا الحجم للأسف الشديد ليس الحادث الأول. لا أتمنى ولكن لا أعتقد أنه سيكون الحادث الأخير. لماذا؟ خلونا نشوف بيان رئاسة الجمهورية أولا، ثم نقول لماذا. بيان رئاسة الجمهورية: بمزيد من الأسى والحزن العميقين تلقيت
خبر أو تلقيت خبر فاجعة حادث المرور المميت الذي وقع بولاية بومرداس وأودى بحياة أرواح عدد من أبناء الجزائر بسبب مجرمي وإرهاب الطرقات. بسبب مجرمي وإرهاب الطرقات. هذه الفقرة أو هذه الجملة لفتت انتباهي يعني زعفتني، غضبتني، مثلما أغضبت آلاف حتى لا أقول مئات الآلاف من الجزائريين اللي قرأوا هذا البيان. أي واحد قرأ هذا البيان لفت انتباهه هذا الكلام: مجرمي إرهاب الطرقات. ومن بعدها يجي فقرة أخرى تمحي الفقرة هذه. ماذا تقول الفقرة الأخرى؟ الفقرة الأخرى تقول: وستضرب العدالة بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث. وستضرب العدالة بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث. أولا هنا تعدي من السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة اللي هي أو السلطة، يعني نقدر نقولوا مش الرابعة، السلطة الأولى نورمالمون العدالة، لأن العدالة أساس الملك. يعني عندما يكون بيان الرئاسة اللي يتكلم باسم الرئيس أو باسم ناطق رسمي باسم الرئيس ولا مش عارفين باسم يتكلم، أو مديرية الإعلام، ويتكلم باسم العدالة وكأنه يأمر العدالة. العدالة مستقلة. يعني خلونا نحترموا الدستور ونحترموكم ونحترموا المناسبة الأليمة. خلوا البيانات تكون بيانات محترمة، بيانات فيها ثقافة الدولة. في هذا البيان ثقافة الدولة ما كانش. ثقافة الدولة ما كانش. أولا فيه اتهام مباشر، قبل التحقيقات. يعني قبل ما تباشر مصالح الأمن والضبطية القضائية، قبل ما يباشروا عملهم في التحقيقات، رئاسة الجمهورية، بيان رئاسة الجمهورية، مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أصدرت الحكم. خلاص أصدرت الحكم وبينت لنا من هو المتهم، اللي هما مجرمي إرهاب الطرقات، معناتها السائق، الشوفير والرسوفر. لأنه هذا الحادث ما قالش دخل في سيمي رومورك أو دخل في حافلة أخرى لنقدروا نعموا الجريمة. لا، هذه الحافلة انقلبت، معناتها المسؤول هو السائق رحمه الله برحمته الواسعة، لأنه مات. إذا حتى نحاكموه بينه وبين ربي ولحاكمه، إذا كان على خطأ يتحكم عند ربي. لكن هذا إصدار الأحكام المسبقة والتدخل في عمل العدالة وفي عمل مصالح الأمن، هذا خطأ جسيم، خطأ جسيم يمس بمكانة وسمعة رئاسة الجمهورية، ويضرب مصداقية العدالة، ويمس بروح الدستور اللي هو فصل المؤسسات. العدالة وحدها. الرئاسة دورها هو تقديم التعازي، وبلع فمك. باسم رئاسة الجمهورية نقدموا تعازي لضحايا الموتى رحمهم الله والشفاء العاجل للمرضى، وفي انتظار نتائج تحقيق، وبلع فمك. اللي يكتب البيان هذا، اللي كتبوا هذا الزايلة، هذا الحمار، لازم له يسمع باش نقريوه. البيان يكون كما هاك: رئيس الجمهورية يتقدم بتعازيه الخالصة لضحايا الحادث الأليم ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى في انتظار نتائج تحقيق. لما نخرجوا بنتائج تحقيق ثم نقدروا نديروا بيان آخر
ندين ونستنكر ونسب ونشتم ونقول واش نحبوا. أما في هذه الدقائق الأولى ليس من حق لا رئيس الجمهورية ولا الوزير الأول ولا وزير النقل ولا وزير الداخلية ولا أي واحد، ليس من حقه توجيه اتهام باطل. الغرض من وراء الاتهام هو الهروب من المسؤولية، لأن هذا الاتهام هو هروب من المسؤولية. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية أن الحادث هذايا سببه